يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. كلنا طالعين من رمضان والعيد زهقانين من الأكل كله، عايزين ناكل أكل بسيط والأكل الشعبي بتاعنا وحشنا كلنا. النهاردة هنعمل الكشري المصري، سهل جدا. لأن في ناس كتير بتبقى بتقول إن هو صعب، لا أنا هعمل كله في حلة واحدة ما عدا المكرونة. أنا محضرة مكرونة عقل وسباكيتي، محضرة شعرية، رز مصري بتاعنا عادي. ده العدس اللي بجبة مغسول كويس ومسلوق. عصير الطماطم، شطة وثوم، بصل متقطع ده هنحمره. والصلصة دي، ده عصير طماطم أنا بعمله في الفريزر، مش هحط له صلصة الجاهزة. البصل بنقطعه رفيع، أنا عاملة 5 حبات بصل وبقطعها رفيع وبرش عليها رشة ملح ومعلقة كبيرة نشا. ما هنقليه في زيت غزير طبعا، ونعلي النار. اول ما الزيت يسخن ننزل البصل، وبعد كده نهدي عشان ما يتحرقش من بره ومن جوه يبقى طري، وده اللي بيخلي البصل يقول الناس تقول انه بيطلع طري معاها. الاول حاجة هنعملها ان احنا هنحمر البصل، لان الزيت اللي هنحمر فيه البصل ده هو ده اللي هنستخدمه في بقية المكونات للكشري. اول ما الزيت سخن كويس قوي نزلنا البصل كله، وبعد كده هنهدي عليه. بصوا معلقة النشا اللي حطيناها بيخليه مخرفش جدا. هنبتدي ناخد بقى من الزيت اللي حمرنا فيه البصل لكل حاجة. الحلة دي هنعمل فيها الرز والعدس والشعرية كله، المكرونة لوحدها في حلة تانية. خدت معلقتين من زيت البصل ده، هحمر الشعرية وحط مكعب زبدة صغير. هحمر الشعرية. هو الطريقة دي بيبقى سهل، بدل ما نعمل كل حاجة في حلة، لا كله على بعضه بيبقى حلو جدا. دول كوبايتين رز مغسولين متصفين كويس. بعد ما الشعرية بتتحمر هنزله على الشعرية واقلبه شوية. العدس ده كوباية عدس بنسلقها في مية تكون 3 أضعافه، غلوتين، وبنطفي عليها وبنصفي العدس، بنبقى غاسلينه أصلا قبلها كويس قوي. كده أنا حطيت الرز وحطيت مج العدس، هقلبهم تقليبة. أكون محضرة اللي أنا هسقي بيه الرز. محضرة مكعبين مرقة مدوباهم في مية ومعاهم فلفل أسمر، وهعلي عليه النار. انا لما احط عيار الميه مش هعمل حساب للعدس، يعني انا هنا عامله كوبايتين رز يبقى هحط كوبايتين ميه، لان العدس اصلا هو مسلوق نص سلقه وما بيستحملش، فما بنعملش حسابه في عيار الميه. هنعلي عليه ولما يغلي هنبتدي نهدي. هنا هاخد برضو من الزيت اللي انا عاملاه اللي محمره فيه البصل. المكرونه انا سلقتها العقل على الاسباجيتي، نقطع الاسباجيتي صغير شويه، برضو بسلقها نص سلقة علشان احنا هنسيبها هنا في الحلة تسخن شوية على نار هادية، فما مش عايزين المكرونة تعجن. انا عموما لما بسلق المكرونة بطلعها نص سوا. حطيت لها شوية ملح ومعلقتين من الزيت اللي احنا محضرينه. هنا بقى انا هعمل الصلصة بتاعة الكشري. فصين توم مهروسين احمرهم شوية في معلقة الزيت، وانا دي طماطم محضراها كنت في الفريزر. اول ما التوم يبتدي يصفر انزل عصير الطماطم اللي عندي. ممكن لو حد عايز يستعمل الصلصة الجاهزة ماشي، انا ما بحب صلصة الكشري تكون من عصير الطماطم. حط شوية شطة صغيرين لان الدقة هتبقى حراقة. هنا انا خلصت الكشري. بصوا لونه عامل ازاي، طعمه حلو جدا، ما فيهوش مجهود كتير وتعب لانه كله في حلة واحدة. المكرونة السباكيتي والعقل بيتسلقوا مع بعض. صلصة المكرونة، طب صلصة الكشري لازم تكون تخينة شوية، ما تبقاش الصلصة خفيفة. انا ما حرقتهاش لان انا عاملة دقة مية بخل وشطة وثوم، دي هحطها عليه للي عايز. البصل مش عايزة اقول لكم عامل زي الشيبسي من كتر ما هو ناشف ومخرفش، حلو جدا 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 كده. وعايزين هنزود، اللي عايز يزود بقى يزود. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه الثوم في صلصه الطماطم وبالعصير الطماطم بتبقى احلى كتير. طعمه حلو قوي. الدقه اللي هنعملها ميه وشطه وخل وثوم،
كله ني، مفيش حاجة بتتحط على النار. ميرسي جدا جدا على متابعتكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا جدا على المتابعة، شكرا.